الماتش اللي فات قعدت عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد. عشان كده انت امتلكت نص ملعبك وما كانش في خطوره عليك، وحطيت بنتايك ناحيه محمد الشيبي والونش مسك فاسو مايلي، ما خلوش اللي هم اخطر ناس في فرقه بيراميدز. انت النهارده خفت ليه؟ لعبت عبد الله السعيد ليه اللي كان عامل خلل النهارده في نص الملعب، وسبب من اسباب سيطره النادي الاهلي على كل المجريات الشوط الاولاني تحديدا. دي حاجه. تاني حاجه، انت مفروض يا ناصر ماهر يا عبد الله السعيد في الملعب، واحد منهم، ويطلع واحد جابز يقول لك ايه، لا ما هو يلعب 8 والتاني يلعب 10. ده حتى دي ما اتعملتش. يعني حتى دي الشوط الاولاني ما اتعملتش. كان حاطط ناصر ناحيه الرايت وحاطط عبد الله السعيد هو اللي بيلعب 10. واخد بالك؟ ولا حول ولا قوه ولا في استلام، مع ان المفروض ان انت في وقت من الاوقات الكوره انت فاقدها، مين اللي ماسكها الكوره؟ اللي هو اصحاب بقى الخبره زي ما انتم بتقولوا. المفروض الثلاثه ناصر وسيف وعبد الله السعيد. لا، اول واحد مين؟ عبد الله. ليه؟ لان هو اللي بيعتبر فري في نص الملعب. لما تلاقيهم مش عارفين يطلعوا الكوره من ورا او من نص الملعب، انا اللي انزل وافضي نفسي واستلم عشان الاعب الفرقه. ما حصلش الكلام ده. تاني واحد يبقى ناصر ماهر. طبعا ناصر ماهر امبارح حسام حسن خلص عليه، والنهارده كمان جه ابراهيم حسن قبل الماتش بساعتين خلص عليه اكتر. وقال لك ايه؟ قال لك احنا مش عايزين اي لعيب، واي لعيب مش عارف. طب وانت كنت فين لما امام عاشور سلم انت رايح تسلم عليه وما سلمش عليك، لا انت ولا حسام، وخرجت عليه القطه السيامي انتوا ليه بتفرقوا؟ يعني بلاش قطه السيامي. هو اللي قال مش انا. ماشي. او انا اللي قلت. هو اللي قال في تصريحاته. هو يقول مالناش دعوه. ماشي. انا بردد تصريحاته، انا مالي. تمام. واخد بالك؟ وبعد كده كانوا هيضموه تاني وضموه تاني، وبعد كده لما لقى يعني نفسه. انت شايف ان احد اسباب خروج ناصر ماهر النهارده، عدم ظهور ناصر ماهر بمستوى مميز، اللي عمله حسام امبارح ان هو ما ضمهوش، واللي عمله ابراهيم النهارده انه رد عليه. صلى على النبي. هو مين احسن لعيب 3 ماتشات ورا بعض في نادي الزمالك الفتره ناصر ماهر. مين اللي بياخد راجل المباراه؟ ناصر ماهر. مين اللي بيهدف؟ ناصر مين اللي بيعمل الاهداف؟ ناصر ماهر. صح. لما انا اجي امبارح وانزل قائمه منتخب مصر، واخد بال حضرتك، وهو مش فيها، انا كلاعب كوره وعندي حلم، وانا كنت معاه قبل كده. يعني انا كنت معاه الفتره اللي هي مش دي اللي فاتت دي، لا اللي قبل كده، واكيد طبعا ان انا رجعت المستوى عشان ارجع منتخب مصر اللي هو حلم اي لعيب. فانت لما تيجي امبارح بجلاله قدرك وتقوم جاي اعلنت القايمه وهو مش فيها، الراجل لازم هيحبط، لازم هيقع نفسيا. ده غير كمان ان هو يعني حته الرد على حسام، انا ما كنتش مع ناصر فيها. كان يرد النهارده في الملعب، واخد بالك؟ كنت رديت النهارده في الملعب وما كنتش طلعت بعد من النهارده مثلا. حتى لو انت خسران بس انت عامل ماتش كويس، كنت سيبه لنا احنا بقى، احنا اللي نرد على حسام وابراهيم، واخد بالك؟ بس هو قدر طبعا، يعني اللاعب ما قدرش يستحمل الضغوط. بس حسام وابراهيم يعني ماسكين منتخب مصر، هيبقى في دماغهم ان هم ما ينفعش يابا يخسروا يابا، ما ينفعش او يخرجوا لعيبه عن طب خرج زيزو انت كده امبارح، حط زيزو اخطر لعيب او تريزيجيه اخطر لعيب، وحط القايمه وهو مش فيها امبارح. لا ما هو ما ينفعش. طب ايه اللي ما ينفع؟ ليه قران يعني؟ ما هو شال ياسر ابراهيم يا كابتن. يا عم انا مالي ومال ياسر ابراهيم، انا بكلم سيبك. بص كل دولت لعيبه مش نجوم شباك، انا بكلمك على لعيب نجم شباك. اللي هو ناصر ماهر او زيزو او تريزيجيه. احنا مش عايزين نلف يمين وشمال يا اسلام، احنا بنتكلم حق ربنا. ايوه بس انا لما كانوا هيحصل كده مش منطقي ان هو يستبعد تريزيجيه او زيزو. لا خلينا بقول لك يحط نفسه ويقوم جاي مش واخد واحد من دول. كان هيقدر يعلن القايمه امبارح؟ لا هو قال لك ان اللجنه المنظمه طلبت مننا. استنى اقول بعد المباراه مفيش لجنه ايه المنظمه؟ قال لك علشان نجيب اللعيبه من مصر. لجنه ايه المنظمه؟ اللجنه هنا، وانا مش عارف اللجنه المنظمه. ايوه ماشي، انا بقول لك تصريحات الكلام ده هو راح افريقيا وتصريحات حسام راح افريقيا. اللجنه المنظمه للماتش يا عم ده ماتشات وديه. ده انا اللي اقول قال لك عشان يعملوا اعلانات في 3 لعيبه اتصابوا النهارده. يعني محمد اسماعيل اتصاب، وعندك تريزيجيه اتصاب، ومهند لاشين امبارح ولا مش عارف النهارده، واخد بقى اتصابوا.
ما يقدرش يجيب بقى بكره لعيبه مكانهم ولا ياخدهم وهم مصابين. فما حدش يعني مثلا نمسك في حاجه. طيب يبقى انت شايف ان لجنه ايه منظمه؟ ما هي لجنه مش افريقيه ولا كاس عالم عشان نقول بطوله وديه، واخد بالك؟ يعني اصبر. ويعني المنتخب اصله شارك في مليون بطوله وديه. غير كده اول مره اللجنه المنظمه، فكره ان اللجنه المنظمه تطلب عشان تعمل اعلانات والكلام ده كله. ماشي، قول منتخب مصر. لا انا بقالي 20 سنه شغال، انا اول مره اسمع، واخد بالك؟ لجنه منظمه في البطوله الوديه بتطلب اسماء لعيبه. يعني هل هم عملوا اسماء، خدوا اسماء اللعيبه في اعلانات في الشوارع لمنتخب اوزبكستان؟ لا طبعا. او لمنتخب الراس الاخضر؟ لا طبعا. او يعني يا عم الماتشات اصلا بلاش لازمه بيني وبينك. يعني هو مبرر يعني عليه علامه استفهام. لا ضعيف. انا بقى استنى بس، خلينا اكمل. انت عايز تمشي روح يا عم خلاص. ما هو ممكن. لا خلينا اكمل. مش انا بتكلم على الزمالك خسر ليه والاسباب اللي خسرت نادي الزمالك. اول سبب حسام ابراهيم النهارده في خروج احسن لعيب كوره الفتره الاخيره في مصر اللي هو ناصر ماهر. تاني حاجه احمد عبد الرؤوف النهارده باصراره على الدفع بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد وعمرو ناصر. انا قلت لك عمرو ناصر لعيب كويس، بس في الماتشات دي عايزه اللعيب اللي هو عنده بقى الخبره، اللي هو بيهدف، اللي هو بيعمل قلق. فانت خليه معاك ورقه على الدكه. ليه؟ لان انا عندي لعيب خبره، لعيب هداف اسمه سيف الجزيري يا رؤوف. واخد بالك؟ ادي عندك اهو. كنت هتبدا رؤوف ماشي. لا رؤوف انا بتكلم ماشي. واخد بالك؟ فانت بدا. وخلي بالك اقول لك على حاجه، والله العظيم من نجوم الشوط الاول في فرقه نادي الزمالك كان سيف جعفر. سيف واتظلم ان هو خرج. كان اللي يخرج عبد الله السعيد وينزل ناصر ماهر في قلب قدامهم، ونزل بقى بزر ناحيه